أبو علاء المعري هو أحد أشهر شعراء العصور الوسطى في الأدب العربي. ولد في العام 973 ميلادي في مدينة معرة النعمان في سوريا، وتوفي في العام 1057 ميلادي. يعتبر المعري من رواد الشعر العربي وأحد أبرز شعراء العصر العباسي. كان أبو علاء المعري متعدد المواهب، فهو ليس فقط شاعرا بل كان أيضا كاتبا ومترجما ونحاتا. تأثر في شعره بالشعراء العرب القدامى مثل المتنبي والمعتمر بن عباد وغيرهما. يتميز شعر المعري بالعمق والجمال والتعبير الرصين. أشهر مجموعات قصائده هي ديوان المعري، وتضم مجموعة كبيرة من القصائد الغنائية والحبية والفلسفية. يعتبر المعري أيضا مؤسسا للغناء العربي المعاصر، حيث يعود له الفضل في تطوير شكل القصيدة الغنائية وتأليف الألحان لها. تأثرت أعمال المعري بالأدب اليوناني والفلسفة اليونانية القديمة، وكذلك بالتراث الإسلامي والثقافة العربية التقليدية. أسهم في تطوير الأدب العربي والشعر الغنائي، ولا يزال تأثيره ملحوظا حتى اليوم. إن إرث أبو علاء المعري يعد غنيا ومهما في الأدب العربي، وقصائده لا تزال قيمة ومحبوبة حتى وقتنا الحاضر. أليكم 10 أقوال مشهورة من أقوال أبو علاء المعري. 1. العقل لا يكتمل إلا بالعلم، والعلم لا يتحقق إلا بالعمل. 2. إن الصبر جميل، ولكنه يتطلب شجاعة وقوة. 3. الحب هو الشمس التي تشرق في كل قلب، وتضيء الحياة بألوانها الزاهية. 4. الحقيقة هي السلاح الأقوى في معركة الحياة. 5. الكلمة الطيبة ترتقي بالروح وتنمي العلاقات الإنسانية. 6. الحياة قصيرة، لذا عشها بجرأة واستمتع بكل لحظة. 7. العمل الجاد والاجتهاد هما المفتاحان لتحقيق النجاح في أي مجال. 8. إن الصداقة الحقيقية هي كنز لا يفنى وملاذ في الأوقات الصعبة. 9. العزيمة والإصرار هما الدافعان للتغلب على الصعاب وتحقيق الأهداف. 10. التواضع هو صفة العظماء، فلا تنسى أصولك ولا تستهين بالآخرين. هذه الأقوال تعكس حكمة وفلسفة أبو علاء المعري وتظل ملهمة حتى اليوم. أشكركم من كل قلبي على دعمكم المستمر ومشاهدتكم الدائمة. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.